بعد اعلان جون سينا انه اعتزل وان دي اخر سنه ليه في المصارعه وتحوله للشخصيه الشريره او الهيل. All you do is be hurtful. All you are is abusive and expecting me to do it with a smile on my face. فانا قلت نسترجع الذكريات ونحكي قصته من اولها لاخر. فتعالى بينا يلا نخش على الفيديو ونحكي قصه الجريتست اوف اول تايم جون سينا. I'm John Cena. You can walk out here and come into the ring and face the very best in the business. Ruthless aggression. Calls me leprechaun. Always after my lucky charm. I impression show Benny Mac that I got ruthless aggression. The champ is here! Greatest in-ring performer of all. Valley Food, the brilliant, the doctor of economics. Champ is here! He's unique. I'm the dude. Oh, yay! The root for the villain. قصة جون سينا اسمه الحقيقي جون فيليكس أنتوني سينا. اتولد جون سينا في 23 ابريل 1977 واتولد في الولايات المتحدة لكنه من اصول انجليزية بسبب والدته. جون سينا دايما كان رياضي ورياضته المفضلة كانت كرة القدم الامريكية والمصارعة، وكمان لما راح جامعته انضم للفريق في كرة القدم الامريكية وكان الكابتن بتاع الفريق، واتخرج من الكلية في عام 1998. وبعدها جون سينا ركز اكتر على انه يكون لاعب كمال اجسام، وكمان انتقل من الولاية اللي كان فيها وما كانش معاه فلوس تقضي السكن والمعيشة والاكل والكلام ده، فكان يدوبك بينام في العربية بتاعته وكده، وراح دور على شغل زي انه كمان اشتغل في مطعم بيغسل مواعين وكده، وكمان كان بيشتغل سواق. فهو اتمرمط حرفيا عشان يعرف يحقق حلم، بس هو دايما ما كانش بيستسلم وكان دايما بيتمرن وبيركز على بناء جسمه. ومرة وهو رايح الجيم في مصارع شافه وشجعه انه يقدم على مجال المصارعة، وكان ايه شايف فيه ان هو هيكون مناسب جدا وشاف فيه حتة المصارع. فعلا جون سينا قدم في الشركة بتاعت المصارعة، شركة بتعلم الشباب المصارعة الحرة وبتبيعهم لاتحادات زي الWWE والWCW وقتها. المهم سينا دخل المجال وعجبه جدا وكان عاجب الجماهير هناك، وكان بيبان عليه تطور وفاز هناك ببطولة، والWWE كانت مركزة معاه وفعلا مضوا معاه في سنة 2001. وسينا كان في المكان اللي هو زي NXT ده وقتها يعني، وكان معاه وقتها في اللوكيشن اللي هو كان فيه بروك ليزنر راندي اورتن. وواحدة واحدة سينا اتطور وفاز هناك ببطولة الهايو فالي، وبعدها اتصدر واحدة واحدة للعروض الرئيسية في سماك داون عام 2002. وقتها كرت انجل كان عامل تحدي مفتوح على اي حد يلعب، وعشان وقتها تدق موسيقى جون سينا يخش جون سينا في اول ظهور ليه في العروض الرئيسية في سماك داون. وقتها يخش جون سينا ويقف قدام كيرت انجل، وكيرت انجل يقول له لس اجراش، ومن هنا بدأت القصة الحقيقية. كانت مباراة كويسة لكن سينا خسر فيها، بس كانت دفعة جامدة جدا لسينا انه يلعب مع كيرت انجل اللي هو كان في عز مجده حرفيا وقتها. بعدها دخل عداوة مع كريس جيركو وكمان فاز عليه، يعني بيتبني بناء جامد. وفي شهر اكتوبر 2002 عمل فريق تاج تيم مع مصارع اسمه بيلي، وبعدها عملوا عداوة مع بعض. وبعدين جون سينا ظهر بشخصية مغني الراب دكتور ساجناموت وجابت مع الجماهير قوي، وبسبب ده فاز على ناس زي الاندرتيكر وايدي جاريرو، وزادت محبة جون سينا عند الجماهير. ودخل في عداوة مع بروك ليزنر على بطولة الاتحاد في 2003. كان لسه بروك ليزنر واخد بطولة الاتحاد وهو اصغر بطل اتحاد في WWE، والماتش كان جامد جدا وكسب في الاخر بروك ليزنر. ودخل في عداوه مع الاندرتيكر برضه وقدم معاه ماتش كويس، ولكنه خسر برضه في 2004. صحيح سينا كان بيخسر لكن هو كان كده بياخد دفعات اصلا انه يخش في الاحداث الرئيسيه ويلعب مع الاندرتيكر وبروك ليزنر وكده وعلى القاب عالم وكده، دي في حد ذاتها فهي دفعه.
جون سينا شارك في مباراة الرويال رامبل كمان في 2004 لكنه بالشخصية المحبوبة اللي استمر بيها لحد 2025. المهم في المباراة سينا فضل لآخر 6 أو 5 في المباراة يعني مش فاكر، والبيك شو هو اللي طلعه، وبعدها عملوا مع بعض عداوة بينهم يعني على بطولة الولايات اللي مع البيك شو ولعبوا، وسينا أخيرا كسب أول لقب فردي ليه، وكان أول لقب فردي ليه هو بطولة الولايات. وحافظ لنا على اللقب فترة حلوة من اللي كانوا بينافسوه، كان مثلا روب فان دام وفاز عليه، بس بعدين متخيل يخسر قدام كارليتو. انت متخيل في 2004 يعني يكسب روب فان دام ويخسر من كارليتو؟ يا ماشي. المهم سينا وقتها اتصاب، ولما خف من الإصابة رجع على كارليتو عشان ياخد البطولة من تاني، وبعدها سينا بدأ يخش في حتة بطل الشركة واللي هيتصدر الأحداث الرئيسية والكلام ده كله، وشارك في الرويال رامبل عام 2005 وفضل لآخر واحد هو وباتيستا. فجأة الاتنين وقعوا في نفس اللحظة، وبقى في جدل على الحكام مين اللي هيكسب ومين اللي مش عارف ايه والكلام ده، بس جه فينس ماكمان طبعا حلال المشاكل الباشا الكبير ده، وقال ان احنا لازم نعيد الحتة دي تاني ويعيدوا مباراة من جديد مع بعضهم، ودخلوا ورجعوا ولعبوا من جديد، وفي الاخر باتيستا الحيوان هو اللي كسب على جون سينا وفاز وراح لعب تريبل اتش في ريسلمانيا. وسينا لعب مباراة مصنف اول على لقب الاتحاد وفاز، وراح لاعب جي بي اي وفاز عليه في المباراة، ودي كانت اول بطولة اتحاد له، وجون سينا وقتها كان بطل الجماهير الاول. وبعدين جون سينا انتقل لعرض الرو، وبعدها سينا خسر لقب قدام ايدج في الاليميشن تشامبر بعد ما ايدج صرف عليه الشنطة، صرفها على جون سينا لأول مرة. كان جون سينا ميت وقتها فاستغل ده وصرف الشنطة، ودي كانت أول صرف للشنطة، وكانت أول مرة تتصرف كانت على جون سينا. بعد جون سينا راح يلعب ايدج عشان يرجع لقبه اللي بالنسبة له هو اتسرق منه، ولعب في عرض الرويال رامبل 2006 وقدموا مباراة جامدة وللتاريخ، لازم تروح تشوف كل مباراتهم فعلا للتاريخ اصلا. المهم المباراة خلصت بفوز جون سينا ورجع لقبه مرة تانية، وبعدها فضل يظهر باللقب ويعمل بروموهات وكده، ودخل في عداوات مثلا مع ذا جيم تريبل اتش. وقتها كان الجمهور بدأ يمل من جون سينا، فكانوا مستكترين عليه الفوز ده والدفع دي، لكن جون سينا لعب وكسب الماتش عادي واستمرت فترته باللقب. بعدين لاعب روب فان دام، والمرة دي سينا خسر اللقب بسبب تدخل ايدج، والجمهور كان مبسوط بسبب انهم عاوزين يشوفوا بطل جديد. واستمرت عداوة ايدج وسينا، وانا اكيد هعمل لكم قصة عنها في الفترة الجاية. المهم العداوة اتحولت لماتش ثلاثي على لقب، وبعد مباراة جامدة كسب ايدج، وسينا يخش في عداوة دي اكتر واكتر ويلعبوا ماتشات كتير. والمرة دي لعبوا في عرض انفورجيفن 2006، وكانت مباراة سلالم، والمباراة كانت مطحنة حرفيا. وبعد ما سينا دمر ايدجي وكسروا على الترابيزة من فوق السلم كسب اللقب ورجعه مرة تانية، ودي كانت 3 مرة يفوز بلقب الاتحاد. المهم فضل سينا مستمر في طريقه لحد ما جه في عام 2007 ولعب اوماجا. ما يغركوش انه اوماجا يعني والكلام ده، بس ده كان مصارع جامد وقتها وكان ما بيخسرش. فسينا لعبه في عرض نيو يير في اوائل سنة 2007 وقدموا مباراة جامدة جدا، وكان فيها غشامة وغشومية جامدة جدا ودم وبتاع، وحافظ سينا على اللقب، وكانت دي اول هزيمة لأوماجا من فترة كبيرة. في الفترة اللي بعدها جون سينا دخل في عداوة مع راندي اورتن وايد، فاتحد مع شون مايكل وكانت على بطولة التاج تيم، ولعبوا المباراة وسينا وشون مايكل هم اللي فازوا بالمباراة والألقاب التاج تيم، وده كان أول لقب تاج تيم لجون سينا. بعدها شون مايكلز قلب على جون سينا وخسروا ألقاب التاج تيم، وبعدها لعبوا على اللقب في ريسلمانيا وكسب جون سينا، وفضل جون سينا مستمر بحفاظه على اللقب وفضل دافع عن اللقب ويكسب. والجمهور زهق من الشخصية دي وعاوز شخصية جديدة، بس ولا كان بيحوق في جون سينا بصراحة. ولعب كمان مباراة ضد العملاق اللي هو كيلي وكسبها بالاستسلام، ودي كانت أول مرة العملاق ده يخسر بالاستسلام، وكانت عداوة بدان أصلا. خلينا في الجامد اللي هو خصم سينا الجاي، وكان الفايبر راندي اورتن، وقدموا عداوة جامدة جدا وتاريخية. لو عايز تشوفها فهي موجودة عندنا هنا في القناة، روح دور عليها أو هسيبها لك في الوصف أو في الديسكريبشن تحت.
المهم لعبوا كتير واحتفظ سينا باللقب، وكانت العداوة شغالة ما بينهم. وفي مباراة سينا كان بيلعب على اللقب وسينا كسب. بعدها راندي اورتن دخل وهاجم جون سينا واصابه اصابة كانت جامدة، والبطولة انسحبت منه واداها مكمان لراندي اورتن من غير اي تصفية. وسينا كان المفترض ان هو يتعافى في فترة من 7 اشهر لسنة، واحنا اصلا كنا في اخر سنة 2007. لكن في الرويال رامبل عام 2008 ورقم 30 حصلت العودة الشهيرة لجون سينا، عودة كسرت الدنيا، وجون سينا رجع فيها بعد فترة قليلة جدا من التعافي، وكمان بعد ما كان في كلام اصلا ان هو يعتزل اصلا. رجع جون سينا وكمان كسب الرويال رامبل على حساب تريبل اي، ويروح عشان يلعب في ريسل مانيا على بطولة الاتحاد. وكان هو وراندي اورتن وتريبل اتش، وتريبل اتش دخل وسطه كده عادي، ولعبوا مباراة اسطورية لكن اللي كسب فيها هو راندي. وبعدها لعبوا مباراة عادة في باكلاش، وكان دخل كمان في المباراة جي بي ال، بقى جي بي ال وتريبل اتش وجون سينا وراندي اورتن، والمباراة كانت جامدة. وكان في اللي بيتثبت في المباراة بيخرج والباقي بيكمل، واول واحد طلع هو جي بي ال، وهو سينا اللي طلع. وبعدها راندي اورتن طلع جون سينا، وتريبل اتش طلع راندي اورتن وكسب المباراة. ودخل جي بي ال في عداوة مع جون سينا وكده، وطلع منها سينا كسبان برضه. لعبوا كام ماتش كده ويعني، وبرضه كانت بضاعة بس الماتشات كويسة. وبعدها دخل جون سينا في عداوة مع الحيوان باتيستا بسبب انهم كانوا في فريق مع بعض على بطولة التاج تيم او ابطال الفرق، بس ما كانوش طايقين بعض فدخلوا في عداوة. وقبل ما يدخلوا في العداوة كانوا كسبوا ألقاب التاج تيم من كودي رودز وتيد دياسي، بس عادي خسروها بعدها بأسبوع. وبدأت العداوة من هنا، ولعبوا ماتش وسينا اتصاب تاني، وبسببها ري ميستيريو خد فرصته على لقب العالم للوزن التقيل. وسينا عمل عملية وتعافى ورجع في سيرفايرر سيريس، وكانت مباراة على لقب العالم للوزن التقيل ضد كريس جيركو وكسبها، وكان أول لقب عالم للوزن التقيل مع جون سينا. وفضل سينا يحافظ على اللقب، وحتى لعب مباراة إعادة مع كريس جيركو وبرضه كسبها. وبس كده خلينا واقفين لحد هنا، وده كان الجزء الأول من قصة الكريتست اوف اول تايم جون سينا، بطل الشركة وبطل WWE وبطل طفولتنا كلنا تقريبا. ولو الجزء الأول عجبك انزل قول لي تحت في التعليقات عاوز الجزء الثاني. وبس كده، أحلى سلام.